شوربة فريك كيما تاع العراس بدون دهون، صحية وبنينة ما تتشبعش. مرحبا بكم في قناة البنة والصحة. جبت لكم اليوم وصفة صحية للشوربة فريك. نبداو نقطعو حبة بصل. هاد البصلة راح تزود الشوربة بمضادات الأكسدة اللي تحمينا من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان. شوربة العراس صح بنينة، لكن الدهون المضافة كارثة لصحتنا. تقدروا تلاحظوهم لما تبدأ تبرد يكونوا طبقة دسمة على السطح. تخيلوا الضرر تاع هذا الكوليسترول في عروقكم. في قدرة كبيرة نضع 200 غرام من لحم الغنمي بدون إضافة أي زيت. نضيفوا البصل ونبشروا عليهم 5 سنات ثوم. الثوم راح ينفعنا بميزته كمضاد حيوي أنتيبيوتيك، ويزيد في بنة الشوربة. نتبلو بملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة قرفة، ونصف ملعقة صغيرة فلفل الكحل. قبل ما نغلقو القدرة نقطعو ربطة كزبر على زوج. النصف التحتاني يعني تاع الأغصان نضيفوه للحم، والنصف الآخر تاع الورق نستعملوه لاحقا. نضيفو نص كاس ماء، نقلبو مليح المكونات ونغلقو القدر لمدة 10 دقائق. نقشروا 2 حبات طماطم تكون كبيرة وحمراء. الطماطم تلعب دور كبير في الحماية من السرطان، خاصة سرطان الثدي عند المرأة والبروستاتا عند الرجل، بفضل الكمية الهائلة من الليكوبين اللي تحتوي عليها. حبة جزر اللي تحافظ على صحة العينين والجلد، حبة قرع تزودنا بالمعادن الضرورية لجسمنا، حبة بطاطا اللي تشارك في تخفيض ضغط الدم بفضل الكمية الكبيرة من البوتاسيوم اللي تحتوي عليها، ساقان كرافس نحيولهم الأوراق لأن نكهتها قوية كثير. الكرافس يساعد جسمنا في التخلص من السموم. للمزيد من النصائح والمعلومات الصحية ما تنسوش تشاركوا في القناة وتشغلوا الجرس، وأهم من هذا تعلقوا بملاحظاتكم واقتراحاتكم. نعاودوا ناخذوا الكزبر اللي ما استعملناهش ونقطعوه بهذه الطريقة. نرجعوا للقدرة ونزيلوا منها الكزبر اللي حطيناه في بداية الطهي. نضيفوا مغرف ماكلة طماطم العلب ونقلبوه حتى تذوب الطماطم. نضيفوا الخضار اللي حضرناها ونمرقوا بليتر ماء سخون. نغلقوا على القدرة ونخليوها على النار حوالي 15 دقيقة. كي يطيب اللحم نحيوه من القدرة ونرحيو الشوربة. كيما راكم تشوفوا الشوربة جات شوية خاثرة. لو نضيفوا لها الفريك الآن تصبح ثقيلة كتير، ولهذا نميهوها بليتر ماء سخون. لازم يكون القوام نتاعها كيما راكم تشوفوا. نضيفوا لها نص كاس صلصة الطماطم، نص مغرفة سقية فريك ونص مغرفة سقية مرمز. تقدروا في مكان المرمز تضعفوا كمية الفريك. الشوربة هذه بما أنها تحتوي على الفريك اللي هو قمح غير ملائمة لمن يعاني من مرض السيلياك. وضعت لكم في صندوق الوصف رابط لوصفة الحريرة اللي هي ملائمة. نضيفوا حبة فلفل حار ونرجعوا القدرة فوق النار. ما ننسوش اللحم اللي نحيناه نقطعوه طراف صغار ونرجعوه في القدرة. نخليو القدرة على النار 5 دقائق حتى يتنفخ الفريك. كي نكونوا راح نسقيو نضيفوا الكزبر اللي قطعناه. إذا حبيتوا وصفة أخرى مغذية وصحية ما تفوتوش الوصفة اللي راهي تظهر الآن.